طرح حساب توفير جديد بفائدة 22.5%، والفايدة على الحساب ده بتصرف كل شهر، والشرايح على الحساب ده مميزة جدا وتفصيلتها وتقسيمتها كويسة جدا. فتابعونا بقى للآخر لمعرفة جميع تفاصيل الحساب. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل ما نخش في موضوع الحلقه بنستاذن حضراتكم لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان يصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه لانها مهمه جدا. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول، ولسه مكملين معاكم. واي بنك بيطرح اي حاجه جديده او اي احداث في البنوك او في الاقتصاد عامه بنوافق حضراتكم بيها اول باول. فاحنا جايين نقول لك في الحلقه دي ان احنا معانا البنك الجديد اللي طرح حساب توفير جديد عشان يخش السباق بتاعه حسابات التوفير، هو البنك التجاري وفا. خلونا نبدا في تفاصيل الحساب على طول. الحساب في بنك التجاري وفا اسمه وفا بريميوم. الحد الادنى لفتح الحساب ده هو 20,000 جنيه، ولكن الحد الادنى لاحتساب العائد على الحساب ده هو 50,000 جنيه. ولو رصيدك في الحساب ده قل عن 50,000 جنيه مش هيحسب لحضرتك فايدة. دورية صرف العائد على الحساب ده شهري، حضرتك بتاخد العائد كل شهر. وطبعا هتجاوب معانا على طول وتقول طالما باخد العائد كل شهر يبقى انا لازم الفلوس بتاعتي تكون يوم واحد في الحساب او قبل يوم واحد وتكمل الشهر كله، سواء بقى الشهر ده 30 31 28 29 لازم تكمل الشهر كله عشان تاخد فايدة على الشهر ده. لو جيت في نص الشهر سحبت فلوسك مش هتستفاد بأي فايدة على ال 15 يوم الأولانيين. جيت يوم 29 سحبت كل فلوسك مش هتستفاد بأي فايدة على ال 29 يوم. سحبت نص فلوسك هتاخد الفايدة على نص الفلوس والنص التاني لا. الحساب ده متاح للأفراد فقط مش متاح للشركات. والحساب ده بنك التجاري وفا بيقدم لك عليه بطاقة خصم مباشر مجانا، ما بتدفعش عليها أي رسوم ولا أي مصاريف. طيب خلونا نخش في الشرايح. والشرايح بتاعت الحساب ده مميزة، وكل الشرايح اللي موجودة في الحساب هو 4 شرايح بس. أول شريحة زي ما قلنا من 50,000 لحد 500,000 العائد عليها 10%. تاني شريحة من 500,000 لحد مليون 17%. تالت شريحة من مليون ل5 مليون 21%. وآخر شريحة لو رصيدك أكتر من 5 مليون في الحساب ده هتصل إلى 22.5%. دي كده كل تفاصيل الحساب الجديد من البنك التجاري وفا. وطبعا لو سألتينا عن رأيي في الحساب ده هقول لك هو كويس، لكن لو هتقارنه بحسابات تانية اتطرحت الفترة الأخيرة ومكملة لحد الآن لا، في حسابات كتيرة أفضل منه. وكل الحسابات دي هتلاقيها بفضل الله على القناة، سواء الحساب بتاع بنك مصر أو بتاع البنك العربي الإفريقي أو بتاع بنك سيب أو بتاع بنك البركة أو بتاع بنك التنمية الصناعية أو بتاع بنك قناة السويس. كل الحسابات دي بفضل الله هتلاقيها موجودة على القناة ومميزة جدا وشرحها بالتفصيل. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا يكون الحلقه نالت اعجاب حضراتكم واستفدتوا منها لو استفاده بسيطه. ما تنسوش بقى تنزلوا تشتركوا في القناه وما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. شكرا.